هنا كان في بروجيكتور بيعرض شوية حقائق وكده عن التماثيل او عن العالم الاخر. هنا كنت واقفة اتفرج شوية، بس قلت اكمل الجولة علشان اكسب وقت وكده. هنا لما لقيت البوستر ده محطوط لقيته بالانجلش، بصراحة ما لحقتش اترجم، بس هوجبه لكم بالعربي دلوقتي. هنا برضو كان في موميا شكلها برضو حلو قوي وشيك جدا. ابتديت برضو ان انا اكمل الجولة. لقيت بقى ديت كانت مترجمة، يعني هنا بالعربي والناحية التانية بالانجليش، علشان اللي ايه اللي ما عندوش وقت يترجم زي حالتي كده. هنا بقى كان في ورق بردي برضو، وكان مكتوب فيه الحروف والكلمات والحاجات دي. هنا قلت برضو اتصور او اوثق ان انا نزلت. هنا بقى اثار موقع مكتبة اسكندرية. برضو المكان ده بقى عجبني جدا، وهو صغير قوي اصلا ما فيهوش حاجات كتير، بس برضو عجبني. دي من الاثار، مثلا الحاجات الفخارية والاطباق والحاجات دي كلها كان شكلها شيك جدا.